انت استحملتي كتير واتبهدلتي، فلازم هيجيلك يا مرض نفسي وتكتئبي، يا مرض وحش ومناعي وتموتي. الكلام ده هيقولهولك 3 اشخاص. اول حد هيقولهولك الناس اللي بيحبوكي ومقربين ليكي، من كتر الظلم اللي هتتظلميه هيبقوا خايفين عليكي ان يحصل لك كل اللي فات، هتمرضي يعني، وهيحاولوا يرهبوكي من الخوف والحزن ان انت اخرك مرض وموت. تاني حد هيقولك الكلام ده هو نفسك، انت من كتر حزنك ومن كتر صدمتك في مثلا بابتلائك، مثلا لو كان في راجل خاين مثلا، هتكتئبي، هتقعدي تقولي لنفسك ده انا هكتئب وهحزن وهموت وهيجيلي مرض والضغط والسكر ومش عارفه ايه. وحد تالت هيقولك الكلام ده غير نفسك والناس اللي بيحبوكي، الشخص اللي ظلمك هيقولك الكلام ده، بس هيقولهولك بطريقه ايه؟ استهتار بقى، يعني انت دموع التماسيح والكلام ده وعامله نفسك في ابتلاء والكلام ده، يعني هتموتي، طب ما تموتي، موتي وخلصينا. طبعا هو عايز يخلص منك باي وسيله، لان هو انت وجودك في الحياه نفسه بيفكروا بالجريمه اللي عملها في حقك، فهو عمل الجريمه وظلم وخان وغدر وكده، عايز بقى يزيحك من قدامه عشان ما يفتكركيش، خلاص يعني، خلاص بقى هو مش عارف ان في اخره ولا كده، لا هو عايز يشيلك. طيب احنا بقى مش بنمرض، انا بقى جاي اقول لكم اهو بقى بعد تجربه، احنا بقى لا بنمرض ولا بنكتئب ولا بيجيلنا مرض نفسي، لان احنا مسلمين. ايه يا غاده، ايه يعني مسلمين يعني ايه؟ ما احنا من تمام الايمان بالقضاء والقدر، ويعتبر ركن اساسي من اركان الايمان والاسلام، والايمان بالله هو الايمان بالقضاء والقدر خير وشر. يعني ايه؟ يعني انا النهارده قمت كده من النوم على ابتلاء، انا قايمه صحيحه الحمد لله، انا الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر. طب ابتليت بقى ايا كان من الابتلاءات اللي ربنا ذكرها لنا في الآية الكريمة، ولنبلونكم بشيئا من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خلاص ربنا قال لنا الابتلاءات، فاحنا قمنا كده لقينا ابتلاء من الابتلاءات اللي ربنا ذكرها لينا دي حصلت لنا، فاحنا مش هنمرض ومش هنموت، لان ده قضاء الله وقدر لينا. دي اول حاجة. ليه مش هنمرض ونموت؟ لان اشد الناس ابتلاء هو اكتر الناس ايمانا هم الانبياء. احنا لو نبص كده على الانبياء هنلاقي ابتلاءهم كبير، في ابنائهم، في اهلهم، في قومهم، كان ابتلاءات كتيره. اشد الناس ابتلاء هنلاقي الانبياء، لدرجه ان في من كتر شده الابتلاء الانبياء دي بتقتل. طيب ومين؟ والصالحين، فالامثل فالامثل. يعني ايه يا غاد؟ يعني احنا مش هنمرض ونموت لان احنا في منزله، مش هقول لكم الانبياء بقى ولا اولياء الله الصالحين، هقول لكم الامثل، احنا في منزلتهم، فعشان كده احنا مش بنمرض، احنا مبتليين، احنا زينا زي اولياء الله الصالحين. ويا رب يا رب يا رب نكون حتى في رتبه كده قريبه من اولياء الصالحين والناس الامثل للانبياء. طيب احنا مش هنمرض لان ربنا جاب لنا الدنيا، جابنا الدنيا دي ودي دار ابتلاء. فانت تقولي يعني ايه؟ يعني ايه يا غاد؟ يعني ايه؟ يعني يا جماعه كل نعيم دون الجنه فهو حقير، وكل ابتلاء دون النار فهو عافيه، والله العظيم عافيه، اي حاجه تهون. وبعدين ربنا بيقول لك اهو احنا مش جايين الدنيا عبثا، لا احنا جايين ونركز في القرآن اللي هو منهج حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم تلاقي ايكم احسن عمل. طب خلاص يا رب انا فهمت كده، يا رب انا كده تمام. افهموا بقى بالله عليكم، اتخانوا، اتغدر بيكم، انكسروا، اتظلموا، ابتليتم بمرض، ابتليتم بفقد، ابتليتم بفقر، بجوع، بخوف، انتوا في ابتلاء. ربنا جابنا عشان ليبلونا. ليه؟ عشان يعرف ايكم احسن عمل. فاحنا هنحسن العمل. هنحسن العمل ازاي؟ ان المبتليين دول اول حاجة ما بيمرضوش لانهم بيأمنوا بقضاء الله وقدره. ده انا عايزة اقول لكم يا مؤمنين، الصحابة كانوا زمان بيخافوا لو ما جالهمش ابتلاء، واعتبروا ان الابتلاء ده محبة من الله.
وعدم الابتلاء ان ربنا مش راضي عنهم، مش كان حبا في الابتلاء، لا، ولا حبا في المصايب، لا، لكن خوفا من ترك المحبوب ليهم، الله، من ترك ربنا ليهم. ربنا اللي بيحبه بيبتليه، خليكوا عارفين اللي ربنا بيحبه بيبتليه، وربنا بيجعل مع الابتلاء اللي هو العسر بيجعل معاه عسر. فانتي ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتمرضي ولا هتموتي ولا هتكتئبي، لان انتي جايه دار ابتلاء. احنا هنقف على رجلينا، احنا هنستحمل، احنا هنكمل، احنا مع الصابرين. ليه؟ لان ربنا لما قال ولنبلونكم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. مالهم الصابرين دول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وما يجيلكم الابتلاء كده ركزوا، حتى لو الابتلاء جالكم من زمان ركزوا بالله عليكم في الفيديو ده، عشان يعني انا هعديكم في حته تانية دلوقتي، هتعدوا معايا في حته تانية. الذين قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يا نهاري يا جمالي، يعني ايه اولئك الصابرون اللي قالوا انا لله وانا اليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمه؟ صلوات ايه هي الصلوات؟ رحمة، طمأنينة في الدنيا، مغفرة، ثواب. يا جماعة يا جماعة الخير، احنا الصابرين هنيجي يوم القيامة هنعبر على الصراط. ركزوا معايا عشان هكون موجودة معاكم على الصراط، هتكونوا معايا انتوا، ركزوا معايا. هنعبر على الصراط وهنقابل رضوان، هيكون سبقنا حبيبي يا رسول الله، سبقنا للجنة، لأن الرسول مع مفاتيح الجنة. أول ما بيفتح الجنة، أول شخص بيفتح الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد كده إحنا الصابرين هنعبر على الصراط، وبعد كده جنة الصابرين، جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا، احنا على طول بعد النبي على طول يفتح النبي الجنة، احنا بعد هنعدي على الصراط الصابرين على الابتلاءات كلها. احنا جايين الدنيا عشان هنبتلي على قدر ايماننا يا جماعة. طب هنعمل ايه؟ مش هننكسر، مش هنحزن، مش هنموت، لا، احنا هنقوم، هنعافر، هنكمل. انتوا بيستقلكم ان السبل كلها خلاص، الطرق اتقفلت، الدنيا باظت، مش عارفين تكملوا. لا والله هنكمل وهنقوم وهنعافر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. احنا مش هنحزن ومش هنتعب، احنا هنرضى بقضاء الله وقدره. لا، خدوا بالكم، ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني احنا على قد قدراتنا هنستحمل. ربنا عارف ان انتي جامده، ربنا عارف ان في راجل قليل الاصل هيسيبك انتي وعيالك، وانتي هتقولي لا والله ده مفيش فلوس ده، وكلهم هيقولوا هتمرضي، هتموتي، خلاص هيجيلك اكتئاب، هتروح. لا 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 لا، بالعكس احنا في طريقنا الى الله. احنا اللي ربنا قال علينا بعد إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إحنا اللي ربنا قال علينا، إحنا اهتدينا، ربنا عطانا الطريق بتاع الهداية. إحنا أمنا بالله، أمنا بالقضاء والقدر، خيره وشره. إن جاه خير الحمد لله رب العالمين، إن جاه شر وهو مش شر. الابتلاء يكاد تشوفيه شر، وانا عديت بابتلاءات كتير الحمد لله، لكن يكمنه خير. خلي بالك وركزي ان انتي ربنا اختارك من المبتلين، عشان احنا مش حرمنا، احنا رحمنا، ربنا رحمنا، اختارنا من المبتلين عشان رحمنا. انا غادة، اتمنى لكم السعادة. الفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين. لقائنا
على الصراط، وبعد كده في الجنة ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.